ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ طبعا بعد الجزء من الميركاتو الصيفي وجزء من الصفقات او جزء من التخيلات بتاعه الفرق. آه يعني ممكن نتوقع كده مع بعض اللي هو ازاي الفرق ناويه تدخل الموسم الجاي وايه الطموحات بتاعت كل فريق. فممكن اجي اقول لك توقعاتي بتاعت كل فريق، كل فريق ممكن يوصل لحد فين او ترتيبه ممكن يبقى الكام، وهقول لك ترتيبه السنه اللي فاتت يعني كان الكام وترتيبه السنه دي هيبقى الكام. بس طبعا بما ان احنا نوصل للمرحله دي، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. بس طبعا انا عايزك يعني ايه، تجيب كده كوبايه قهوه كوبايه شاي وتقعد تستمتع، عشان خاطر انا هجيب لك شويه ارقام وشويه حاجات حلوه تتبسط. فيلا بينا نبتدي. طبعا الدوري الانجليزي طبعا كلنا عارفين ان هو 20 فريق. في 3 فرق لسه صاعدين للبريمير ليج او الدوري الانجليزي الممتاز يعني. اللي هم مين؟ اللي هو ليستر سيتي، اللي هو ساوثهامبتون، اللي هو ابسويتش تاون. تعال طبعا بعد جزء كبير من الميركاتو محتاج ان انا اقول لك يعني ان في فرق مش هيبقى مكانها في الجدول زي ما كان مكانها الموسم اللي فات، وفي فرق بعد ميركاتو عظيم الصراحه ممكن تكون عملته. هقول لك مين مركز رقم 20 اول حاجه، وبعد كده بقى ناخدهم مع بعض ايه تدريجيا. بالنسبه لي من المركز ال 20 هو ساوثهامبتون. هو طلع اتاهل من ضمن اول توالت اللي هم المفروض يتاهلوا من الشامبيون شيب. معاهم راسل مارتن. الفكره ان هو الصراحه الراجل ما عملش تغييرات في الفريق ان هي تدل ان هو هيفضل موجود. وخلي بالك برضو احنا الموسم اللي فات تاهل للبريمير ليج كان شيفيلد يونايتد، كان بيرنلي، وكان لوتن. الثلاثه دول هم اللي خرجوا في الاخر، هم اللي نزلوا. فبالنسبه لك برضو الى حد ما اللي بيطلع من الشامبيون شيب نسبه ان هو ينزل تاني مش صغيره، لان الميركاتو ما بيساعدوش وما بيسعفوش. البادجت اللي معاه بياخد فلوس، بس في الاخر قيمته التسويقيه والفلوس اللي معاه في الاخر هتبقى كام عشان خاطر يعرف ينافس على دوري زي ده، وان هو يعرف ان هو دايما يبقى موجود. فانا بالنسبه لي زي ما قلت لك كده ساوثهامبتون هو المركز ال 20 مع راسل مارتن. يعني ما اظنش ان هو حتى ممكن يبقى 19. المركز ال 19 هو نوتنجهام فورست مع نونو سانتو. طبعا الفريق كان مركز ال 17 الموسم اللي فات، ويعني تنفس الصعداء كده بان هو عارف ان هو ايه، لوتن يعرف يخرج من القصه في اخر مباراتين، والراجل ضمن مركزه وضمن مكانه في الدوري. بس هل يا ترى هو هيضمن مكانه؟ انا بصراحه شايف ان هو لا، لان هو الموسم اللي فات كان اداء مذبذب جدا. برضو ما الميركاتو بتاعه برضو مش ميركاتو يعني ان هو يفضل موجود في الدوري. اظن ان هو هيبتدي ينزل مش هيبتدي يطلع. مركز ال 18 بالنسبه لنا هو ليستر سيتي مع ستيف كوبر. آه هو كان واخد الشامبيون شيب، بطوله الشامبيون شيب الموسم اللي فات. اعمار السنيه بتاعتهم مش صغيره خالص، والاعمار بتاعتهم كبيره، مع ان هو دخل عوامل صغيره كتير الفتره الجايه علشان يعرف ان هو يبقى معاه فريق الى حد ما يعرف يشارك بيه في الدوري الانجليزي. بس يعني عارف ما يبقاش برضه في الثلاثينات كله، وما يبقاش كله في اول العشرينات خالص. فتبقى عايز كده اللعيبه اللي هي من اعمار السنيه بتاعت 27 لحد 30 تبقى موجوده. بس انت طبعا رب الف خير الصراحه فاردي الراجل يعني ما اظنش ان هو هيعرف يقدم موسم زي اللي هو قدمه في 2015 2016. ما اظنش ان ليستر سيتي تعرف تعمل نفس اللي هي قدمته قبل كده. طبعا في عارف ظل بقى ايه، رياض محرز وكانتي وفاردي في عزه. الناس دي طبعا مش يعني مش هتتعوض بسهوله، ومش هيعرف ان هو ينشئ جيل. الراجل كسب الشامبيون شيب، بس فكره انك تكسب الشامبيون شيب وتستمر في الدوري الانجليزي الممتاز مش حاجه سهله. مركز ال 17 ابسويتش تاون مع كيريان ماكينه طبعا. انا شايف ان هو الراجل مركز 17 راجل عمل ميركاتو بسيط لحد ما، بس عندي احساس ان بصراحه سام مرسي ممكن يعمل فرق، ان هو الراجل يعني هيفضل ماسك في الدوري الانجليزي بايده واسنانه زي ما بيقولوا. وبصراحه عندي توقع ان الفريق ده بعد 28 سنه ولا 26 سنه من ان هو ما يدخلش بريمير ليج، ان هو يبقى عنده دفعه خاصه مختلفه، يكون عايز يبقى موجود او عايز يبقى متواجد. طبعا الصراع صعب، الصراع طبعا عنيف، ان انت عادي جدا وارد انك تلاقي ليستر سيتي مكانه، بس انا بصراحه برجح او توقعي ان انا هلاقيه مركز 17. مركز 16 مين هو؟ مركز 16 هو برنتفورد مع طبعا بقياده توماس فرانك. بصراحه يعني مش هيعملوا، ما اظنش ان هم هيعملوا فرق. الموسم اللي فات برضو كانوا المركز ال 16. الموسم ده ما فيش اي جديد، ما فيش اي تدعيمات، بالعكس كانوا طالعين ديفيد رايا اعاره. يعني اعاره قابله للشراء بعد موسم، والراجل اشتروه فعلا من ارسنال منهم. وفي الاخر حس ان هو طب انتوا فين يعني فين حقيقي؟ مش لاقيهم ولا في الميركاتو
ولا اظن ان برضو الواحد هيلاقيهم برضو في الدوري الجديد الموسم الجاي. مركز ال 15 هو فولهام مع ماركو سيلفا. عندي احساس الصراحه ويقين ان هو الراجل هيتراجع خطوه. هو كان المركز ال 14، عندي احساس ان هو الصراحه هينزل المركز ال 15، وده يعني بسبب ان انا ما حسيتش ان هو عمل ميركاتو يعني ليه قوه وليه تقل. وعندي احساس الصراحه ان في فرق تانية ممكن تعديه، لان في فرق عملت الصراحه صفقات وبقى معاها فلوس ان هي تعمل صفقات كويسه للموسم الجاي، وتحضيراتها كانت كويسه. المركز ال 14 هو برايتون مع هازلر. طبعا هي كانت المركز العاشر بس كان مع ديزيربي. ديزيربي الراجل بيعرف ان هو بجنيه وربع يعمل صفقات، ويعرف ان هو يجيب لعيبه صغيره، ويعرف ان هو يطلع لعيبه ويعمل فلوس. بس ما اظنش ان هازلر الالماني الراجل يعني يعرف يعمل اللي قدمه ديزيربي. ده اكون مخطئ، بس الصراحه بالنسبه لي التراجع اللي انا شفته من برايتون الموسم اللي فات، ان هو بينزل من المركز الرابع الموسم اللي قبله، او المركز سوري الخامس للمركز العاشر، يعني حاجه تبين لك ان هو برايتون مذبذبين شويه. ومع العلم ان ديزيربي حتى الموسم اللي فات كان عارف الى حد ما ان هو يقدم موسم معقول، مش طبعا زي الموسم اللي قبله، بس شايف ان في تراجع، وهيبقى تراجع ملحوظ الصراحه من برايتون الموسم الجاي. المركز ال 13 هو وولفرهامبتون مع جاري اونيل. يعني شايف ان الميركاتو بتاعهم ان هم باعوا بيدرو نيتو، كان جزء كبير طبعا من قوه وولفرهامبتون. الراجل كان عامل يعني عنصر مرعب الصراحه في الجنب الشمال، وطبعا اصابته كانت مؤثره جدا بالنسبه للفريق. شايف ان هو هيفضل في مكانه، مش هيرجع ولا هياخد خطوه قدام ولا هياخد خطوه ورا، وهو زي ما هو كان في المركز ال 13 هيكون في المركز ال 13. المركز 12 بقى هو بورموث طبعا بقياده اريولا. شايف ان هم ممكن ينزلوا خطوه من المركز ال 11. هتقول لي ليه؟ هقول لك بصراحه يعني بعت سولانكي دي توجع اي فريق. بتتكلم عن ان هو الهداف، واحد من ضمن الهدافين بتوع الدوري الانجليزي، بتتكلم ان هو في اول توب 4 توب 5. فلما تتخلى واحد زي ده مش هتعرف تعوضه بسهوله حتى لو عملت ايه. فبصراحه الطبيعي ان انت هتنزل، هتتراجع خطوه، تراجع خطوتين، لحد ما تبتدي لحد ما تظبط فريقك. وبالفلوس اللي انت اخدتها دي 2 عناصر هجوميين علشان حتى تعرف تفك الفلوس بتاعت سولانكي بان انت تجيب ناس تعرف تخليك في مكانك. فشايف ان هي ممكن تتاخر خطوه من ال 11 لل 12. المركز ال 11 هو ايفرتون كان الموسم اللي فات كان المركز ال 15. طبعا هتقول لي المركز ال 15 كان مع شون دايش حاجه مش كويسه. هقول لك حاجه مش كويسه. تاني اكتر فريق عمل كلين شيتس بعد ارسنال بالتوازي مع مانشستر سيتي. تتكلم ان هو فريق اتاخد منه 10 نقط عشان خاطر المال النظيف او اللعب النظيف. كان لو هو ما كان اخذ ال 10 نقط دول او ما كانوش اتخصموا منه كان هيبقى في المركز العاشر. فتوقعي ان هو المركز ال 11 ممكن يتراجع خطوه عن اللي هو كان فيه الموسم اللي فات، بسبب طبعا اونانا اللي هو باعه لاستون فيلا. وطبعا الراجل ده كان عنصر مهم جدا، ممكن تكون بتتكلم عن ان هو قوه 40 او 50% من قوه ايفرتون الموسم اللي فات. المركز العاشر، بس طبعا قبل ما اقول لك المركز العاشر انت ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان نفضل مكملين مع بعض. المركز العاشر هو كريستال بالاس. هتقول لي كريستال بالاس طب ليه؟ هقول لك ليه. لكن اوليفر جلاسنر الصراحه الراجل كان مقدم موسم ممتاز جدا. بعد الصراحه الراجل يعني اللي كتر الف خيره، اللي ممكن تقارنه بالحضاره الفرعونيه كده، الراجل بقى له 7000 سنه عايش. روي هودسون كتر الف خيره. الراجل الصراحه كان يعني عارف يعني كان يعني مش قادر يشتغل، فاهم؟ هو يا جماعه انتوا اهم حاجه ان انتوا تبقوا ايه مركزكم 17 فيما تحت، يعني فيما فوق، يعني مش هوقعكم. بس انت بغض النظر انت ممكن يبقى معاك لعيبه كويسه، بس انا الصراحه يا جماعه مش قادر والله. انا كفايه قوي ان انا كتر خيري ان انا بنزل التدريب كل يوم، وان انا بحاول ان انا اعمل لكم شويه تكتيك كده ان احنا ازاي ندافع، وان احنا ازاي نطلع بنتائج كويسه على ارضنا. بره ارضنا بقى ما توجعليش دماغي الصراحه. فريق بتتكلم ان هو اوليفر جلاسنر ده لما مسكهم في نص الموسم، ماتيدا كان المهاجم بتاعهم الفرنسي اللي هو كان مسجل هدفين بس، بعد تقريبا اخر الدوري مسجل 13 14 هدف زياده. فبتتكلم ان هو الراجل عارف ان هو ازاي يحط اللعيبه في مركزها الصح، وعنده ثقه في اللعيبه اللي هي دي اللعيبه دي ممكن تعمل لي الفرق وممكن تعمل لي حاجات حلوه. وهو برده اللي ظهر اكتر جويهي وشهره، وبقت الناس كلها بقت قاعده بتتخانق عليه. زي بالظبط برده ان هو عرف يلمع اكتر اوليسيه وايزيه. بقت الناس عارف الى حد ما بقى فيه ان كريستال بالاس
فريق متعب ومرهق، ان انت عارف ان انت هتدخل مش بسهوله ان انت تاخد الثلاث نقط. فانا اتوقع ان هم هينزلوا من المركز ال 12 للمركز العاشر الموسم ده. يبقى قول لي بعد كده بعد التوقعات في اخر الموسم هتيجي تقول لي في الاخر اذا كنت انا صح ولا انا غلط. بس انا بقول لك اظن ان انا ممكن اجيب 12 من 20 في التوقعات على الاقل، وهتبقى نسبه نجاح بتاعت 60%. ممكن تبقى اقل من نسبه نجاحك، واتمنى تكون اقل من نسبه نجاحك في الثانويه العامه، بس في الاخر يعني الى حد ما ممكن اكون مرضي بيها، بس ده على الاقل هتبقى 60% ان شاء الله. وعايزك برضو تشاركني في ان انت، هل يا ترى انت شايف ان انا ممكن لغايه دلوقتي او حتى بعد الحلقه تكتب لي شايف ان انا ممكن تبقى توقعاتي كم من 20، وتعالى نشوف. المركز التاسع هو جوليان لوبوتيجي. طبعا ايه جوليان لوبوتيجي ده؟ هقول لك ويست هام. ويست هام الصراحه حاسس ان هم اللي اتعمل الموسم اللي فات هو اللي هيتعمل الموسم ده، بغض النظر ان طبعا هم جابوا فولكراج. الراجل المفروض ان هو يعني مهاجم محترم جدا، الراجل عنده 31 سنه جاي يثبت نفسه من اول وجديد في الدوري الانجليزي، مع ان الراجل كان وصل نهائي مع دورتموند. يعني الموضوع ما كانش مستاهل يا معلم انك تخش منافسه صعبه تانية جديده عليك وخلاص، وعيش اخر ايامك كده يا باشا، بعد كده اطلع لك على السعوديه ولا حاجه وخلاص. انما الراجل قرر ان هو ياخد تجربه صعبه وياخد تجربه عنيفه، ان هو يدخل مع ويست هام وان هو يشوف هو يعمل معاهم ايه. طبعا ويست هام فريق قوي جدا، فريق معاه لعيبه محترمه جدا، عندك بون، عندك كودوس، عندك يعني لوكاس باكيتا، عندك فولكراج، عندك برضو اريولا في يعني في حراسه المرمى. عندك اسامي كويسه ان انت ممكن تعتمد عليها وممكن تعمل لك يعني اختلاف، بس ما اظنش ان الاختلاف ده هو اللي هيقدمهم، لان بصراحه الفرق اللي في المراكز الثمانيه اللي قبله فرق قويه جدا وبتعمل ميركاتو بفلوس كتير. فاظن ان هم التاسع بالنسبه لهم ثابت. يعني المركز الثامن بالنسبه لي هو اللي حصل برضه على المركز الثامن الموسم اللي فات، وما تزعلوش مني انا مش قاصد ان انا الصراحه اجي على مانشستر يونايتد، بس شايف برضه ان مانشستر يونايتد هيبقى لسه عندها شويه ذبذبه في اول الموسم لحد ما هو يبتدي ان الفرقه تتجانس مع بعض. لان انت برضه فكره ان انت عندك يعني المهاجم بتاعك مصاب، المدافع بتاعك اللي انت كنت جبته اللي هو ليني يورو مصاب، فطبعا وانت بعد كده تقوم معزز بديليخت وتعزز بمزراوي، فكره ان انت يبقى عندك 50% من خط الدفاع بتاعك جديد لسه المفروض ان هو ياخد اكتر على الفريق. آه زيركسي برضو لسه ما دخلش في المباريات، مش عارف هيلعب بجرناتشو ولا هيلعب بزيركسي ولا هيلعب براشفورد ولا هيلعب بمين بالظبط. لسه محتاجين نفهم اكتر تنهاج عايز يعمل ايه او هيمشي ازاي الفتره الجايه. فبصراحه بالنسبه لي شايف ان هو تامن، شايف ان الموسم اللي بعد ده هيبقى هو الموسم الانفجاري بالنسبه لمانشستر يونايتد لو حصل، وشايف ان هو في تطور ممكن يحصل على ايد تنهاج وبصراحه على ايد او صفقات راكليف. يعني شايف ان هم ممكن يعملوا حاجه، بس مش الموسم ده، الموسم اللي بعده. في المركز السابع هو تشيلسي مع انزو ماريسكا، هيتراجع. شايف ان المركز بتاعهم من السادس للسابع، وشايف ان ده بصراحه بسبب ان نيوكاسل حاسس ان هم اقوى واشرس من الموسم اللي فات، وحاسس ان هم ممكن يعملوا حاجات كتير لسه في بقيه الميركاتو ده. يعني في الميرون عايز يمشي، في ان هو ممكن يعزز ببعض اللعيبه. ما اظنش ان الاصابات والغيابات اللي كانت عندهم الموسم اللي فات هتفضل موجوده. شايف ان بوب راجع، شايف ان هو الراجل بصراحه ما لعبش بتاع يعني 25 ماتش على الاقل. شايف حاجات كتير قوي ان هي ممكن تبقى معاهم، في عوامل كويسه ان هي ممكن تبقى معاهم الفتره الجايه. شايف ان هم ممكن ياخروا تشيلسي وتبقى تشيلسي في المركز السابع. طبعا ده برده مش تقليل من تشيلسي، بس شايف ان تشيلسي الميركاتو بتاعها في ميركاتو قوي في مراكز بيدرونيتو، وجايب جويو بتاع برشلونه، وجايب شويه لعيبه كده صغار سن، فاهم؟ زي ما قلت لك ان هو كان معبيهم في الاتوبيس، فاهم، من المدرسه وشحنهم كلهم ودخل بظهر الاتوبيس ايه، نزل على طول على الملعب والعيال لعبت. بس هل يا ترى اللعيبه دي كلها هتلعب؟ انا مش عارف. بس طبعا بعد ظهور موسم يعني بري سيزون محترم من انكونكو وموسم محترم طبعا من بالمر، ايه اللي ممكن يحصل؟ انا بصراحه شايف ان هم سابع. المركز السادس هو مين؟ هو استون فيلا. شايف ان اوناي امري عمل ميركاتو محترم جدا، بس شايف ان هم سادس ونزلوا ينزلوا من الرابع للسادس، واقول لك ليه.
الموسم اللي قبل ده نيوكاسل لما دخلت اليويفا وكانوا ثالث الدوري، الدنيا باظت معاهم والدنيا خربت معاهم خالص، ما بقاش عارف يركز في ايه ولا في ايه، فكل حاجه ضربت منه. خرج من ان هو يعرف يدخل المربع الذهبي بتاع ان هو يدخل ويعرف يتاهل تاني لليويفا، وخرج من الدور المجموعات في اليويفا، لان الموضوع صعب جدا ومحتاج ان انت يبقى عندك يعني فريق احتياطي بيعمل نفس بالظبط اللي انت محتاجه من الفريق الاساسي، وان انت تعرف تعمل ما بينهم روتيشن محترمه. ودي حاجه مش سهله للعيبه، مش سهله للمدرب ان هو يعرف يقدمها لك، ومش سهله ان انت تعرف تنافس بمنتهى السهوله على ده وده. فشايف الصراحه ان اوناي امري هيقع في المصيده بتاعت ان هو هتحاول ان انت تعمل حاجه في اليويفا، بس مش هتعرف تعمل حاجه الى حد ما في الدوري، فهتنزل من المركز الرابع للمركز السادس. لو انت شايف ان انا غلط ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات عادي جدا ونتناقش، بس انا بقول لك الكلام ده على فكره. استون فيلا شايف ان هو اكتر فريق عمل ميركاتو محترم في الدوري الانجليزي لحد دلوقتي، بس ده بناء على ان هو بيشارك في اليويفا بعد طول غياب. يعني الموضوع مش سهل، الموضوع فيه منافسه شرسه، هتعمل ايه، هتختار ايه على حساب ايه. بصراحه شايف ان هو هيتراجع من الرابع للسادس. المركز الخامس هو نيوكاسل مع ايدي هاو. طبعا هم كانوا في المركز السابع، بقول لك ان هو الغيابات اللي حصلت معاهم الموسم اللي فات ما اظنش ان هي تحصل الموسم ده، فاظن انه برضه هيبقى الراجل فاضي، ما عندوش يويفا، ما عندوش اي حاجه، عادي الراجل عنده يعني حاجه هو ممكن ما يوجعش دماغه بيها اذا كان كونفرنس، والدنيا هتمشي معاه تمام وخلاص ويكبر دماغه، ولا مش هيبقى تركيزه زي ما كان مركز في اليويفا الموسم اللي فات. وبالنسبه له الموضوع هيبقى سهل، وان هو يعرف ان هو يحاول يشارك في اول مقاعد في التتويج بالدوري. بس بصراحه شايف ان هو يبقى الخامس. تعالى بقى عند الكبار اللي هم مين؟ اللي هو فاضل لنا دلوقتي السيتي وارسنال وليفربول وتوتنهام. طبعا انت عارف، بس انا مش هقول لك دلوقتي مين المراكز الاولى، بس طبعا انت عارف مين المركز الرابع اللي انا ممكن اتكلم معاك عليه. المركز الرابع هو توتنهام بصراحه الراجل بوستجوجلو كان عامل موسم محترم جدا الموسم اللي فات، الراجل كان الخامس. شايف ان هو بعد لما يحل مشكله وازمه المهاجم، وبعد ما جاب سولانكي، وبعد لما خلص مع تيمو فيرنر، شايف ان الراجل دلوقتي بقى عنده استعداد ان هو يدخل المربع الذهبي حقيقي، وان هو يعرف يشارك في اليويفا. الراجل يعني عارف بيعمل شغله من غير لما يتكلم بصوت عالي، ومن غير لما يقعد يقول يا جماعه يا جدعان انا عندي مشاكل. لا، هو الراجل قال انا محتاج مهاجم وتمام. شايف ان ريتشاردسون الصراحه بالنسبه له ما كانش هيبقى ده الواو، فاهم؟ وقال لك بص انا عندي سون ممكن يلعب شمال وممكن يلعب في النص، طبعا بعد اصابات الكتير بتاعت ماديسون، ان انت الراجل عارف ان هو بيمشي على سطر ويسيب خمسه. وعندك برضو تيمو فيرنر بيلعب شمال وممكن عادي جدا يلعب يمين وممكن يلعب في النص. وعندك جونسون برضو الراجل عمل موسم محترم الموسم اللي فات. فعندي برضو يعني الباكات بتاعتي وباك رايت وباك ليفت كويسين، وفيكاريو وفرقه كتير جدا لعيبه محترمه فيها ممكن ان هي تعمل فرق، وممكن ان هي تبقى تضمن له ان هو يكون موجود في المربع بتاع اليويفا الموسم الجاي. تعالى بقى عند ايه؟ عند اول ثلاثه. اول ثلاثه دي في ناس كتير هتقول لي ايه اللي انت بتقوله ده، وايه اللي انت بتعمله ده، اللي انت بتقوله ده مش صح، او بناء على اللي احنا بنشوفه الفتره اللي فاتت مش هو ده اللي هيبقى سليم. بس بصراحه شايف ان ده وارد، وشايف ان ده ممكن يحصل، وشايف ان دي توقعاتي، كل واحد توقعاته، كل واحد يتوقع وهنشوف اخر الموسم. المركز الثالث هو ارسنال مع ميكائيل ارتيتا. شايف ان هو الصراحه هيتراجع من المركز الثاني للمركز الثالث. اللي هو الراجل اللي هو عامل ميركاتو الى حد ما كويس، وفي كلام على لعيبه معينه عايز يجيبها معاه في التشكيله، وشايف ان هي يعني فرقه مرعبه. بس انا عندي احساس كده ان هم الثالث، عندي احساس ان هو ممكن يضيع نقط قدام فرق معينه الموسم الجاي، وشايف ان هو مش هيكون ولا المركز الاول ولا المركز الثاني، وشايف ان هو المركز الثالث. هتقول لي انت مش صح، هتقول لي انت ازاي بتفكر كده؟ هقول لك بص، توقعات. شايف ان هو الراجل يعني لسه ما خلصش في مهاجم لغايه دلوقتي. شايف ان ميرينو جاي مش جاي، جاي مش جاي. شايف ان هو مخلص في ديفيد رايا، شايف ان هو معاه كالا فيوري، بس برضه
دي مش الحاجات، مش شرط ان هي الحاجات دي اللي تخليك يعني تنافس مع ليفربول والسيتي الفتره الجايه. هتقول لي يا عم طب ما ليفربول ما اصلا ما عملوش ميركاتو، انت بتتكلم بتقول ايه؟ ده اول لما قالوا يا عم هنجيب زوبيميندي، مشجعين ليفربول كلها نططت وفرحت، بعدها ما لقيتش الكلام ده. هقول لك والله شايف ان ارسنال يعني ان هي مش شرط ان هي تكون لسه ماشيه على نفس الخطه ان هي تفضل تاني 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 وممكن تطلع اول، لا شايف ان هي ممكن تتراجع من المركز الثاني للمركز الثالث، لان هو الراجل برضو بقى عنده الى حد ما حلم معين عايز ان هو يشتغل عليه الفتره الجايه، اللي هو اليويفا. الراجل عايز ان هو يوصل اكتر لاماكن لمراكز اعلى في اليويفا، وعايز ان هو يعني يبقى على الاقل في نص النهائي الموسم الجاي، وعايز ان هو يشارك الصراحه ان هو يعمل حاجه كويسه. فوارد ان دي ممكن حاجه تاثر عليه. المركز الثاني، ولا اقول لك بلاش المركز الثاني، خلينا نتكلم عن المركز الاول. هو طبعا مانشستر سيتي، اللي هو طبعا يعني حبيبي، حبيبي والله والله العظيم حبيبي، يعني بحب حب الراجل ده، عارف يعني، حبيبي ده حبيبي. طبعا مانشستر سيتي بصراحه بقياده جوارديولا تتكلم ان هي ان شاء الله ان شاء الله الراجل يبقى عمل يعني يعلي على نفسه، وان هو مش بس يكون عامل رابع دوري على التوالي، لا اللي هو يكون عامل خامس دوري على التوالي. هتقول لي يا عم طب ما هو ده جايب سافيو بس والراجل مشي من عنده الفاريز، انت بتقول الكلام ده ازاي؟ هقول لك وكانسيلو ما اظنش ان هو يبقى موجود، وفي مشاكل ما بينه وما بين ادرسون وماتش توتنهام وظهرت والموسم اللي فات والكلام ده. هقول لك جوارديولا ما بيعتمدش على لعيب، دي حقيقه. الموسم اللي فات كان اعتماده اكتر الصراحه على فودن، الموسم اللي قبله كان اعتمادك اكتر على هالاند. ما تعرفش، كل موسم هتلاقيه بيعتمد على شخص معين، وارد وعادي جدا الشخص ده لو موجود هتلاقيه بيعتمد على واحد تاني. يعني هتقعد تقول لي ان مركز الجناح اليمين اتاثر وهيتاثر وبتاع، لا يا عم اوسكار بوب الراجل مقدم يعني بري سيزون كويس، وعندي احساس ان هو هيشارك اكتر زي ريكو لويز وزي مكاتي، زي ما هو قال ان هو هيحتاجه في الفتره الجايه، ان في ماتشات هو مش عارف يخلصها من غيره. فجوارديولا لا، جوارديولا هيعرف الموسم الجاي ان هو يعمل حاجه كالعاده ان شاء الله ان شاء الله يعني. طبعا الناس كلها تقول لي ايه يا عم انت بتقوله ده، ومانشستر سيتي الثالث ومش الثالث. يا عم بص، اخر الدوري هو في الاخر اللي هيقول، وانا يا عم قلت لك ان شاء الله السيتي هو اول الدوري هو اللي هيتوج بالدوري، هنشوف. المركز الثاني هو ليفربول، كان المركز الثالث الموسم اللي فات بقياده يورجن كلوب، الموسم ده مع ارني سلوت مش شايفين طبعا اي انجاز ولا اي حاجه، بس انا بقول لك ان هو هيبقى المركز الثاني. شايف ان الصراحه الراجل التكتيك بتاعه الهجومي والدفاعي تكتيك كويس جدا. شايف ان الراجل ان هو بصراحه عدم اعتماده على واحد زي داروين مايونيز، وان هو جوتا، يعني الراجل بيقدم معاه لغايه دلوقتي بري سيزون كويس، اتمنى ان هو الراجل ما يتصابش. شايف ان لويس دياز برضه هيعمل معاه شغل عالي. شايف ان صلاح بعد الحلقه ممكن يبقى الراجل حلق الحلقه دي عشان يدخل بشكل مختلف الفتره الجايه، وان هو يبقى مركز اكتر، فاهم، في ان هو يعرف ان هو يعمل حاجه. وارد ان ده خلي بالك يبقى اخر موسم لصلاح، والراجل هيبقى عايز ان هو يعمل احسن ما عنده ويفجر زي نفسه زي ما بيقولوا، علشان في الاخر يعني يثبت نفسه اكتر واكتر. هو الراجل مش محتاج يثبت نفسه، بس اللي هو الراجل عايز ان هو يعمل حاجه. بس الميركاتو بتاع ليفربول هل يا ترى هيسعف ولا لا؟ لان احنا انت لغايه دلوقتي بتتكلم على نص 8، نص 8 هم ما عملوش اي حاجه خالص. جبتوا مين يا عم؟ ولا اي حاجه. فاهم، زي ما انا حتى كنت عملت فاهم حلقه الميركاتو، قلت لك ليفربول صفقات ليفربول قمت عملت بس، فاهم. فشايف ان هو لو ما عززش نفسه زود اكتر حته ان هو يجيب حد كمركز ستة ويجيب عنصر او اتنين في المركز الدفاعي، وممكن يكون محتاج ان هو يعزز بحد باك شمال كويس. بصراحه روبرتسون حاسس ان هو مش قد كده، وحاسس ان تسيميكاس مش الباك ليفت بتاع ليفربول، وشايف ان هو هيحتاج مهاجم لان هو مش شايف داروين نونيز اصلا. فكل الكلام ده يعني هيحتاج مجهود ويحتاج شغل في الصفقات، ممكن ان هو يغير الموضوع ده، وممكن ان هو ينافس فعلا يبقى المركز الثاني لو عمل حاجات كويسه. بس لو ما عملش كده اظن ان هو هيتراجع وارسنال هو اللي هيبقى مكانه. اتمنى ان انا اكون يعني
عرفت اوصل لك معلوماتي، او ان انا عرفت اوصل لك ان احنا ممكن نبقى فين الموسم ده. شايف ان انا ممكن اكون صح بنسبه كبيره، وشايف ان انا في حاجات كتير ممكن اخفق فيها يعني. واتمنى ان في فرق كبيره اكون عايزها ان هي الصراحه تغير من نفسها، وان هي تعدل من ان هي تبقى مراكزها تبقى مراكز كويسه زي مانشستر يونايتد وزي تشيلسي. بس دي كلها توقعات، لان انت بتشوف برضه توقعات بناء على الارقام اللي انت بتشوفها، اذا كان البري سيزون او اذا كان الموسم اللي فات او اذا كان الميركاتو. وانا والله يعني حصرتها لك بالثلاثه دول في الاخر. ده توقعي. لو انت حابب ان انت تكتب التوقع بتاعك، وممكن انا وانت نتناقش فيه ان شاء الله، حتى لو قلت لي في فريق معين انت شايف ان هو لا يا عم المركز ال 12 لا عليه، شايف ان هو ممكن يبقى المركز العاشر، هنقعد نتكلم مع بعض ونتناقش. وطبعا ما دام وصلنا للمرحله دي، فانا عايز اقول لك على حاجه، انت هتلاقيني بطلع اتكلم معاك على الاقل مرتين في الاسبوع، يوم الجمعه ده اكيد، وتقريبا يوم الثلاث برضو هطلع اتكلم معاك. ده غير ان في ممكن فيديوهات طبعا تبقى يعني على حاجات استثنائيه، اطلع اتكلم معاك يوم الاحد، يوم الاربع، يوم الخميس، طبعا على حسب اليويفا، على حسب الدوري الانجليزي، توزيعات الجداول او توزيعات المباريات ممكن تبقى عامله ازاي. انا ماشي، عايز اي حاجه؟ سلام.